معلومة من كتاب العادات الذرية للمؤلف جيمس كلير. الطريقة الأكثر فاعلية لتغيير عاداتك ليس التركيز على ما تريد تحقيقه، يعني مش التركيز على الهدف ذات نفسه، وإنما على ما تريد أن تصبح عليه. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت عايز تكسب $1,000,000، فأنت مش هتركز على $1,000,000 ذات نفسهم، لا، أنت هتركز على أنا المفروض أبقى إيه عشان أوصل $1,000,000. هسهلها لك أكتر، يعني أنا ما ينفعش أبقى عايز أبقى مليونير وأنا لسه عندي عادات الإنفاق أو العادات الفقراء اتجاه المال. فهنا التركيز على إيه بقى؟ التركيز على تغيير هويتك او شخصيتك عشان توصل لهدف ما تركزش على الهدف ده. انت هتحط الهدف، تمام، انت هتحط الهدف اللي انت عايز تحطه ايا كان، بس مش هتركز على الهدف، لان الهدف ده يعتبر نتيجة. يعني مثلا انت عايز تبقى غني او بمعنى اصح يعني انت عايز تبقى ثري، فالثراء ده نتيجة لاشياء او افعال انت عملتها فوصلتك للهدف اللي هو الثراء اللي انت عايز توصله. انت مش هتركز على الهدف ذات نفسه، انت هتركز على المنظومة او الشخص اللي انت المفروض تكتسبه عشان توصل لهذا الهدف. زي ما وضحت لك في مثال $1,000,000، ان انت لو عايز تبقى مثلا مليونير، فانت لازم تفكر بعقلية المليونير او التفكير ازاي بيفكروا، ازاي بيتعاملوا مع الفلوس. واتمنى النجاح لينا جميعا ان شاء الله.